أن تتحول القضايا الإنسانية إلى مادة للسجال السياسي هو أمر معتاد، إلا أن ذلك ينطبق غالبا على الملفات الكبرى كملف اللاجئين مثلا، وبدرجة أقل بكثير على الحالات الفردية. لكن ليس في هذه القصة التي شغلت الجزائريين والمغاربة. هذا ما حدث بالضبط مع حاجة مغربية هبطت اضطراريا في الجزائر في مطلع الفيديو، توجه رسالة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمساعدتها في العودة لديارها. أنا يماك الثانية، أنا كنطلبك يا سعادة الرئيس ديني من هنا للبلاد ديالي، الله يرحم والدك. أنا بعوض يماك الثانية. وجبت لك الفاكهة بحالك هذه باش تريكيبي. رحمة الغزواني كانت على متن طائرة سعودية متجهة إلى المغرب، وقد تعرضت لأزمة صحية دافعت الطائرة للهبوط قبيل وصولها إلى المغرب حفاظا على حياتها. الإعلام الجزائري سلط الضوء على قصة رحمة، وأيضا على الرعاية الصحية والطاقم الطبي في المشفى الجزائري، حيث تلقت العلاج إلى أن استقر وضعها الصحي. في هذا الفيديو لا يحضر صحفي جزائري الورد ويطمئن على صحتها فحسب، بل يطلب منها إمضاء المزيد من الوقت في الجزائر. إزاء هذا التعاطف قال هادي وهو ابن الحاجة رحمة، يقول: جزيل الشكر للرئيس تبون وللطاقم الطبي وللشعب الجزائري، لكن إلى متى يستمر هذا النوع من الشكر؟ نتابع أولا هذه الرسالة من هادي. سيد عبد المجيد تبون، جزيل الشكر لكم لمجهوداتكم الجبارة التي قدمتموها لوالدتي رحمة الغزواني، وباسمي واسم كل المغاربة تقدم لكم الشكر والامتنان. وشكرا جزيلا للشعب الجزائري والسلطة الجزائرية والرئيس الجمهورية الجزائرية والأمن الجزائري والطب الجزائري والكل الجزائري. لكن بالود المتبادل تودع رحمة وابنها الطاقم الطبي. لكن ما أن يظهر هادي في المغرب هذه المرة حتى يقول إنه قد ضحك على السياسيين الجزائريين، وإن شكره لسيادة الرئيس تبون قد تحول في الفيديو إلى عمي تبون، وإن منهم من استغل قضية أمه سياسيا. عاش الشعب الجزائري، الطيبوبة ديالو والحنان ديالو. بالحق تم استغلال الأم ديالي من طرف السياسيون العسكري الجزائري. عمي تبون هذا كاي واحد دري وجد الله بوبري منزلينها تما شعبي. ضحكت عليكم على هذيك السياسيون، اقسم بالله لا ضحكت عليكم. شفتي نتوما هذيك القرايه ديالكم وهذيك الدماغ اللي عندكم واللي كتسردوا واش تعملوها ولا ما تعملوهاش، هذا العبد الضعيف ضحكت عليكم. سبب مشاهدينا هذه المواقف المتناقضة هذا ما احتار فيه رواد مواقع التواصل. هنا مثلا قادر يقول: لم تنزل بعد من الطائرة، بدأت تشتم الجزائر. من وفر لك مجانا الأطباء والممرضين والوسائل والخدمات الطبية والسهرة والمتابعة الدقيقة لحالتها الصحية وسيارة الإسعاف ذهابا وإيابا إلى المطار، وكل هذا مجانا؟ هي الجزائر، هل هكذا تعاملون من ساعدكم؟ أما هنا محمد يستغلون الشجرة والحجرة لتلميع صورتهم والظهور بمظهر حمامة السلام. السيدة مسنة ومريضة، كل مرة يدخل عليها عشرات الصحفيين. قانون الطيران الدولي يرغم أي مطار باستقبال الطائرات في حالة الطوارئ. بن ربيحة يقول: لا أظن أن كل المغاربة مثله، وحتى هو هناك فرضية أنه قد تعرض لترهيب شديد أو إغراء ثمين للإدلاء بكلام عكس ما قاله قبل مغادرة الجزائر السخية. أما هنا أبو شامي: هناك مرضى يعانون في صمت في كل ربوع الوطن، ولا واحد يسمع بهم ولم تقدم لهم طرف المساعدة. جاءت هذه السيدة الأقسام حولها، وفي الأخير النتيجة أن ابنهم نكر جميلكم وشتم الجيش. لما الجيش أمر بغلق الحدود كان عنده حق. إذن
يعكس الجدل بشأن هذه القصة عمق الخلافات بين البلدين الجارين، ذلك على الرغم من وصف الملك محمد السادس العلاقات المغربية الجزائرية بالمستقرة في خطاب العرش الأخير، وبين أن بلاده تولي أهمية لروابط المحبة والصداقة بين الشعبين. طبعا ذلك بخلاف الموقف الرسمي الجزائري، فقد سبق إعلان الرئيس تبون أن العلاقة مع المغرب وصلت إلى نقطة لا عودة. تشهد العلاقات الجزائرية المغربية توترا منذ عقود على خلفية قضية الصحراء الغربية. تعتبر الحدود بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994. يجب أن نشير إلى أن الملك محمد السادس منذ أزمة القرقرات فهو دائما كان يؤكد على أن العلاقات المغربية الجزائرية لا يجب أن تخرج عن ما يكفل ويحفظ حسن الجوار بين الدولتين المغربية والجزائرية، بالنظر إلى كون ما يجمعهما أكثر مما يمكن أن يفرق بينهما. هناك الانتماء الجغرافي الإفريقي المتوسطي والانتماء اللغوي والديني، بمعنى هذه كلها مقومات يمكن أن تجعل بين العلاقات بين الدولتين علاقات يحتذى بها ونموذج. ولكن على أي فكما نقول أن الأمور على الأقل من خلال تصريحات بعض القادة وحتى من خلال أفعال فهي لا تسير في هذا الاتجاه. ولكن أنت طرحت سؤال بأنه رغم هذه الدعوات للملك محمد السادس ليس فقط الآن، ولكن أتذكر جيدا بأن هناك خطاب العرش ل 2020 أكد على أن كل من القيادات الحالية حتى وإن كان هناك سوء تفاهم أو أمور تاريخية لم تكن محمودة في العلاقات بين الدولتين، فإن الملك محمد السادس توجه هكذا إلى الرئيس تبون ووصفه بفخامة الرئيس وقال: لا أنت ولا أنا ولا الجيل الحالي مسؤول عن إن كانت هناك أخطاء تاريخية في العلاقات بين الدولتين، وبالتالي لنفتح صفحة جديدة ونتحكم ونتغلب في كل ما من شأنه أن يعكر صفوة هذه العلاقات بين الدولتين. ولكن على أي كان رد جزائري ليس في مستوى الدعوة واليد الممدودة، واستمرت الأمور هكذا حتى هذا الخطاب. طرحت مسألة الطبقة السياسية المغربية. أنا أقول لك بأن الطبقة السياسية وخاصة المؤسسات السياسية والدستورية الممثلة فيها هذه الطبقات لا تهاجم الجزائر بشكل مباشر، فهذه الطبقة على أي بعض الأحيان يمكن أن أقول عندما تطرح بعض الأسئلة ربما قد تكون مستفزة أو قد تخرج عن حدود اللياقة، ولكن لم يثبت بأن كان هناك هجوم مباشر من طرف هذه الطبقة السياسية على الدولة الجزائرية. دكتور محمد، بعد إذنك دكتور محمد، تتحدث عن الطبقة السياسية في الجزائر وتتحدث عن الأفعال، ولكن دعني هنا أيضا أنظر إلى الموضوع من زاوية أخرى. عندما قال الملك محمد السادس في خطابه أن المغرب لن تكون مصدر لشر أو أذية للجزائر، ولكن من الجانب الآخر الجزائر تقول تأتي بإسرائيل براداراتها بأجهزتها التجسسية بالاتفاقات الأمنية والعسكرية وتضعها على الحدود. ماذا يعني ذلك؟ والكل يعلم والكل يعلم ماذا يخطط للمنطقة. يعني منطقة المغرب العربي لازالت إلى حد الآن المنطقة التي تقريبا تحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار، وتعرف بأن هناك خطط فعلا لتفكيك هذه المنطقة لأسباب عديدة، لثرواتها، لجغرافيتها المهمة، لدورها الجيوستراتيجي. ألا تخاف الجزائر من أن يكون هذا المشروع أحد مشاريع أو خطط التفكيك؟ دائما نطرح السؤال حول مشروعية هذا التخوف أو الخوف الجزائري. الملك محمد السادس على أي لم يهاجم قط الجزائر أو يدلي بأي تصريح ضد دولة الجزائر، وهذا فيه إيمان واعتقاد كبير بأنه لا يمكن أن نتصور
قوة المملكة المغربية في إضعاف الجزائر. العكس بالنسبة للإخوة في الجزائر، القيادة، أنا أتحدث عن القيادة الحالية التي تدبر الأمور، هي واهمة بأن إضعافها للمغرب هو مصدر قوة الجزائر، التي على أي يمكن أن نقول بأن الجزائر من حقها أن تكون لها طموحات، ولكن هذه الطموحات من الناحية الجيوسياسية يجب أن تكون محسوبة ومضبوطة. فالملك محمد السادس قبل على أي الإقدام على أي اتفاقيات مع إسرائيل، فهو توجه أولا إلى الجزائر وقال بأن هناك مخاطر جيوسياسية يجب أن ننتبه إليها، ويجب أن نضافر جهودنا من أجل مجابهتها بشكل مشترك. ولكن كما قلت بأن الجزائر ولت ظهرها ولم تكترث لهذا التنبيه الذي تقدم به الملك محمد السادس في خطاب العرش كما قلت لسنة 2020. وهذا يؤكد بأن الجزائر ربما القيادة الحالية لم تحسب بشكل جيد مخاطر عدم الانتباه ومخاطر عدم التجاوب مع الدعوة واليد الممدودة التي قدمها الملك محمد السادس إلى القيادة الجزائرية. نحن متفقون بأن العالم اليوم يعيش مرحلة انتقالية خطيرة. هذه المرحلة الانتقالية تنبئ بظهور نظام عالمي جديد. هذا النظام العالمي الجديد إلى أي حد سيكفل حقوقنا كانتماء إلى شمال إفريقيا، ولنا روابط كبيرة مع الشرق الأوسط. الآن نرى بأن دول الخليج، وأنا عندما قلت بأن الاتفاق المغربي الإسرائيلي هو بمثابة إعلان عن فشل المنظومة الأمنية العربية، فكل دول هي تبحث عن نفسها. هناك من يبحث عن تحالفات مع الولايات المتحدة الأمريكية، دول الخليج كلها، قطر، السعودية، البحرين، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، كلها بحثت وتبحث عن تحقيق اتفاقات وتحالفات مع على أي أقطاب معينة. وبالتالي عندما لا تجد التجاوب المطلوب مع الجيران، فماذا يمكنك أن تفعل؟ دون أن ننسى كذلك أننا نقولها دائما بأن إسرائيل يقطنها ما يزيد على 1,000,000 مغربي. هناك جالية مغربية بإسرائيل تفوق 1,000,000، وهؤلاء لهم روابط ويزورون المملكة كل سنة، ولهم طقوسهم الدينية ولهم انتماءاتهم وأحياءهم في إطار ما يسمى بالملاح.